تحتوي على املاح معدنيه، احماض امينيه، ودايما بنقول ان اللي بيساعد على الانتاج هي الفيتامينات والاملاح المعدنيه، وبتساعد كمان على بناء جهاز قوي جدا يعمل كحائط صد ضد الامراض الفيروسيه. يعني ان انا باسس الزغاليل بتاعتي في البدايات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله طالعين نقدم جرعة مهمة جدا جدا للحمام بتاعنا، رافع مناعة، هتزود الخصوبة عندك، هتزود وزن الحمام بتاعك، زائد ان هي لها مفعول قوي جدا مع الزغاليل بتاعتنا. لو انت فعلا بتشتكي من قلة وزن الزغاليل، دي اهم جرعة بقدمها للحمام بتاعي باستمرار، بيفضل في عندي انتاج مستمر، بتزود خصوبة الذكر، ما بيبقاش فيه بيض، طبعا بيض رايق ولا بيض غير مخصب، بتزود الخصوبة عند النتاية، بتنشط المبيض بمعنى اصح للنتاية. كيس زي ده كده ثمنه حوالي 50 قرش اهو يا جماعه، بجيبه من السوبر ماركت، بقدمه بالطريقه دي. الخميره مهمه جدا جدا، لو عرفت فوائد الخميره صدقني مش هتقطعها من المكان بتاعك. يلا بينا بقى نعرف الفوائد العظيمه اللي هي بتاعت الخميره، ونعرف طرق استخدامها، سواء اذا كانت خميره فوريه او الخميره البيره او الخميره الميبيكو اللي احنا برضو اتكلمنا عليها في فيديوهات قبل كده. لان من اهم مميزات الخميره ان هي بتحتوي على فيتامينات، فيتامين ب بالاخص، وتحتوي على املاح معدنيه، احماض امينيه، ودايما بنقول ان اللي بيساعد على الانتاج هي الفيتامينات والاملاح المعدنيه، فده عنصر متواجد في الخميره اللي هو بيساعدنا على زياده الانتاج. بيساعد كمان على الهضم السريع، وفاتح قوي جدا للشهيه، ومكمل غذائي، ودي اهم حاجه طبعا بحتاجها للزغاليل بتاعتنا، ان هي تفتح شهيه الحمام بتاعنا الكبير وتبقى مكمل غذائي، خاصه للزغاليل بنلاقي سرعه تحويل الغذاء على الزغاليل بتاعتنا، فبالتالي وزن الزغلول بيزيد، وزن الحمام بتاعنا بيزيد، بيبقى مهضم قوي جدا وطبيعي للحمام بتاعنا اللي هو غير مقبل على الطعام. الخميره كمان بتنشط البكتيريا النافعه وبتقضي على البكتيريا الضاره، ودي اهم حاجه انا بحتاجها في الموسم ده او في الفترات اللي هي بين تغيير الفصول. الامراض اللي بتبقى منتشره، السالمونيلا، الاسهالات اللي هي بتيجي الحمام بتاعنا، طول ما في بكتيريا نافعه دايما بتقاوم اي مرض بكتيري في معده فرد الحمام بتاعنا او في حويصله فرد الحمام بتاعنا، لا بيجي لي كنكر ولا بيجي لي اي امراض بكتيريه اللي احنا بنتكلم عليها، وخاصه السالمونيلا او الاسهالات. فده عنصر مهم جدا جدا بحتاجه، وده سبب اساسي اللي يخليني ان انا اقدم الخميره باستمرار للحمام بتاعنا. ولازم اقدم الخميره يا جماعه بعد اي كورس علاجي، وخاصه لو انا اديت مضادات حيويه نتيجه الاسهالات او السالمونيلا اللي هي جت للحمام بتاعنا، او نتيجه الديدان لو اديت كورس علاجي للديدان برضو للحمام، لازم ان انا اقدم بعدها مباشره الخميره، عشان الادويه يا جماعه اللي هي خاصه المضادات الحيويه او جرعات الديدان دي بتقتل البكتيريا النافعه، فلازم ان انا انشط البكتيريا النافعه تاني داخل معده فرد الحمام بتاعنا، فلازم ان انا اقدم جرعات الخميره. مهم جدا جدا بعد كل كورس ادويه بعمله للحمام بتاعنا. الخميره كمان يا جماعه تعمل كمنشط جنسي، يساعد على زياده الخصوبه لدى الذكوره وتنشيط البويضات لدى الاناث، خاصه لو احنا مهتمين بزياده الانتاج، ولها دور فعال وقوي جدا لرفع وزن ومعدل زياده وزن الزغاليل اثناء فترات التحصين، وبتساعد كمان على بناء جهاز قوي جدا يعمل كحائط صد ضد الامراض الفيروسيه. يعني ان انا باسس الزغاليل بتاعتي في البدايات، فلازم ان انا اهتم بجرعات الخميره مع الزغاليل ومع اللصوص الكبيره. طبعا في نوعين يا جماعه من الخميره زي ما اتكلمنا قبل كده على فيديوهات كتيره جدا، واتكلمنا على الراس اللي هي الميبيكو، ولكن دي غاليه جدا. لو حابب انك انت تشتغل بيها ممكن تجيبها وتشتغل نص قرص للزغاليل اللي هي ما بعد عمر 15 يوم حتى عمر الفطام، او 10 ايام كده وانت طالع حتى عمر الفطام. وللأصوص الكبيرة اللي هي الأهالي ممكن تدي برضو نص قرص للذكر وللنتاية، ما تزودش عن كده يا جماعة عشان ما تبقاش مضرة. بالنسبة للزغاليل الصغيرة اللي هي أعمار ما بين 5 أيام حتى عمر 15 يوم، بدي ربع قرص برضو لكل زغلول كده بالفم مباشر كل 4 أيام. بالنسبة للزغاليل بزود طبعا وزن الزغاليل بتاعتي من المكملات الغذائية اللي أنا دايما أتكلم عليها، اللي هي بترفع معدل وزن الزغاليل. ممكن ان انا اقدم الخميره اللي هي الخميره البيره اللي هي بتتباع في الفرون، اجيب برضو ربع معلقه اللي هي معلقه الشاي الصغيره واحطها على لتر ميه واسيبها تخمر لمده 12 ساعه يا جماعه، وبعد كده بقدمها للحمام بتاعنا. وما ننساش ان احنا لازم نقدمها على عطش. ممكن ان انا اضيف برضو عليها معلقه سكر واسيبها تخمر، وبعد كده بنقدمها للحمام بتاعنا. الطريقه الثالثه وهي الطريقه المفضله ليا، ان انا بجيب كيس الخميره اللي هي الفوريه وبقصها من افضيها في لتر ميه او ازازه زي دي كده يا جماعه، وبرجها
وبشتغل بيها مباشرة مع الحمام بتاعنا. اهي كده يا جماعة بفضيها وابدأ اقفل الازازة بتاعتي وابدأ ارج المسحوق حتى يتفاعل مع المية او الخميرة بتاعتنا تتفاعل مع المية بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. واسحب بالسرنجة بتاعتي وامسك الزغاليل مباشر بالفم، ادي لكل زغلول زي ده كده في العمر ده. السرنجة دي 50 سنتي، بدي ال 50 سنتي اهو كده يا جماعة قبل ما الاهالي يتأكل ولا اي حاجة. وادي الزغلول بتاعنا بالطريقة دي كده. بتفضل معدة فرد الحمام بتاعنا او الحويصلة بتفضل طرية باستمرار. نفس العينة برضو من الزغاليل او الاعمار بجيبها وبدي بها برضو 50 سنتي بالفم مباشر. ده كده طبعا ما بيغلبنيش ولا اي حاجة ان انا افضل اخمر الخميرة او ان انا اجيب خميرة لقراص الميبوكو اللي هي بتبقى غالية. دي كده افضل حاجة بقدمها للزغاليل وللحمام وللقصوص الكبيرة. الكيس ده طبعا ما بيكلفنيش كتير، هو رخيص جدا ولكن له مفعول قوي جدا مع الزغاليل. ده عمر مختلف برضو بديله بالسرنجة كده. طبعا كل زغلول حسب الوزن بتاعه حسب الكمية اللي انا هديها له. ده كده عمر اقل برضو بنفس السرنجة اهي بديله برضو بالفم اهو. بحط الخرطوم او المبسم في الزغلول وبديله على قد برضو ما هو بيحتاج للكمية اللي انا بديها له من الخميرة. اللي عندي بيبقى زيادة في الوزن بترفع معدل زيادة وزن الزغاليل بمعنى اصح. وده عمر برضو اقل يا جماعة بديله برضو الخميرة كده. ما بستناش بقى الاهالي ان هي تدي الخميرة، عايز انك انت تقدمها برضو مباشر للحمام. القصوص هي اللي تمسك للحمام مفيش اي مشكلة. في الخط المية واقدم جرعات الخميرة للاهالي اللي هي تحتها زغاليل. لما بتبدأ ان هي تشرب وتخلص احط تاني مرة واتنين وتلاتة لحد ما اضمن ان الزغاليل فعلا اتقرعت من جرعات الخميرة اللي انا بحطها للحمام بتاعنا. دي كده يا جماعة جرعات الخميرة كاملة وطريقة تقديمها وتحضيرها للحمام بتاعنا والفوائد العظيمة اللي احنا اتكلمنا عليها. ما ننساش طبعا ان احنا بعد اي كورس علاجي ان احنا نقدم الخميرة. الخميرة نقدمها لو مرة واحدة بس في الاسبوع صدقني هتعمل معاك طفرة كبيرة جدا. هتحافظ على الحمام بتاعك من الامراض، هتنشط البكتيريا النافعة اللي انا دايما اتكلم عليها اللي هي تبقى كحائط صد ضد الامراض البكتيرية اللي هي بتصيب الحمام بتاعنا. يعني طول ما البكتيريا النافعة دي شغالة هتفضل الحمام بتاعنا في صحة زيادة، زائد ان هي هتحوش عنك اي امراض اذا كانت امراض بكتيريه. الامراض الفيروسيه هي بترفع مناعه الحمام، بتعمل كحائط صد ضد الامراض الفيروسيه اللي هي اهمها الروشه. مش هيجيلك طبعا لا روشه ولا جدري لانك عامل رافع مناعه قوي جدا للحمام بتاعنا وللزغاليل خاصه اللي انت بتاسسها بالخميره. جرعات الخميره المكملات الغذائيه المهمه جدا اللي انت لازم تستخدمها للزغاليل خاصه لو انت مهتم بتربيه الحمام ومهتم بزياده وزن الزغاليل ومهتم بزياده معدل الانتاج للحمام بتاعنا. واسف جدا على الاطاله في الفيديو، ويا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير واشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.